الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا حبايبي، أحلى متابعين في الدنيا؟ أخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ إن شاء الله تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال من جميع أنحاء العالم. النهاردة إن شاء الله هنعمل أكلة تدفينا وكلنا والكل بيحبها. هنعمل محشي مع بعض يا بنات، إن شاء الله يكون سهل وخفيف عليكم. أول حاجة هنحط على النار سمنة مع زيت عشان نقلل البصلات. هنا معانا يا بنات حله على النار فيها ميه سخنه، وتحط فيها عصره ليمونه لو الحله ألمونيا عشان ما تزرقش، عشان نسلق الكرنب. تخروعي الكرنبه بالطريقه دي، تشيلي رصه يعني. اهي تحطيها كده على وشها وبعدين تقلبيها على الجهه التانية. انا ما بحبش افرفر ورقه بورقه عشان بتبوظ الكرنب. هننزل عليها بالطماطم اللي ضربناها في الخلاط عشان التسبيكه. بصوا بقى، انا بحب احط عليها توم وشم ريحتها. في ناس ما بتحبش التوم خالص، براحتك ما تحطيش، هو اختيار. انا بقى بحب احط عليها توم بالله مفرزاه الجميل ده، وهي بتستوي كده بنفس الطريقه دي. وتحط عليها قرن شطه حامي او بارد برضو براحتك. حطي واحد، تحط اتنين، براحتك. بهارات معانا بهار مشكل، نحط نص كميه البهار في التخديعه وهي بتطيب، وده فلفل اسود. ونخلي نص كميه البهار للخلطه، وده 7 بهارات، وده كمون. توصي بالكمون شويه علشان ميبقاش الانتفاخات بتاع الكرنب. ودي كزبره ناشفه. شفتي انا خليت من كل حاجه نص الكميه، لانك بترجعي تعيدي نفس اللي انت حطيتيه تاني مع الخلطه بقى وانت بتقلبيها. وهنا بنحط الملح على حسب ما تحتاجي بقى. نسيبها بقى تتخدى مع نفسها كده، ونيجي للكرنب عشان نسلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. تحطيه بالشكل ده على وشه. التقلية استوت معانا اهي. هنبدأ نهدي بقى عليها البوتاجاز شوية عشان ما تشطش من تحت. ماشي، ونسيبها تكمل سواها. وهنا سلقنا الكرنبة وبنشطب اهو. هنشعرفها بقى وهوريكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يا بنات هنقلب الخلطة بقى اللي هي بتاعت المحشي. غسلنا الرز كويس قوي ونقعناه في الاول، وبعدين غسلناه كويس قوي، وهنقلبه في قلب الصلصه اللي احنا عملناها على البوتاجاز، نشوحه شويه. هقلبه وارجع لكم دي. قلبنا كل الخلطه على بعضها. هنضيف لها بقى شويه زيت عشان نخلي محشتنا ملمعه وجميله. وهنضيف بهارات اللي انا كنت مخليها نص الكميه اهو يا بنات، بهارات والملح. ونشوحه كويس قوي. ما تحطيش الخضار بتاع المحشي دلوقتي الا لما تشوحيه الاول على البوتاجاز. في الاخر خالص تحط خضار المحشي. ما بنحطش والخلطه على البوتاجاز بتتشوح عشان ما يسودش. ماشي يا حبيبه قلبي، لازم تخلي الرز ينشف كده من الميه اللي فيه. وبعدين تحطي بقى، تطفي البوتاجاز الاول عليه وتحط له الخضار.
شبت بقى كزبره، ما تحطوش بقدونس. المحشي الكرنب ما بنحطلوش بقدونس، الباذنجان والكوسه وورق العنب بس اللي بنحط له بقدونس. وتقلبيه بقى مع بعضه وترجع لك الحله بتاعتك، وتفرشي ارضيتها كده عروق، تقطعيها بقى وتحطها سليمه زي ما انت عايزه، وتجيبي ورقه بقى من الخضره وتفرشيها عليها كده. دي فرشه الايه لحله المحشي بتاعتك، عشان ربما تسهي عنها ولا حاجه وتمسح شويه من تحت ولا حاجه، بس انت ان شاء الله شاطره ومش هتعملي كده. وهنا الورق قطعناه، وهنلف دلوقتي مع بعض ونوريكم طريقه اللف. ركزي معايا بقى وشوفي الورقه بتقطعيها بالشكل ده، لا كبيره اوي ولا صغيره اوي. جيبي الورقه تفردها كده على ايدك، شويه رز تخليهم في النص وما تفردهمش في الجوانب، عشان ايه الرز ما يطلعش من الجوانب، وتلف اهو. شوفي الصابع جميل، بألف هنا وشفا على اللي هياكلوه يا رب. كمان واحد اهو. هوريكي كمان واحد عشان ما يبقالكيش حج تقولي ما بعرفش، لا اتعلمي، سواء انت لسه بنوته ولا متجوزه ولا اي حاجه جديد ولو مش عارفه اتعلمي، مش غلط ولا عيب ان احنا نقول ما بنعرفش ونتعلم اهو. بصي بقى، في نقطه في رزايه زي دي كده جت على الصابع، حبايه رز زي دي كده ما تسيبيهاش اهي، تشيليه. ليه؟ عشان ايه؟ لما بتطيبي المحشي والرز ده عليه بيعجن منك ويبقى شكله وحش خالص، وانت بتيجي تغرفي الاكل او كده. نعمل باذن الله يا بنات الكميه كلها، وارجع لكم تاني نطيبه ان شاء الله مع بعض، نعيده سوا ونطيبه سوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اخر حاجه بقى يا ولاد النتيجه النهائيه دي، حله المحشي جهزت، ومعانا الشوربه جميله اهيت وسخنه، هنزودها بقى مع بعض بنفس الطريقه دي. في طريقه تانية، هي انك ممكن تجيبي ايه، انك تجيبي طبق زي ده كده مثلا تحطيه كده في نص الحله، ماشي، وتزودي يا حبيبه قلبي بنفس الطريقه، تحطي هنا في النص وهو ايه يتوزع في الطبق داير ما يدور لوحده، بدل ما تقعدي انت ترشي يعني. ده البنات المبتدئه اللي لسه بتتعلم ازاي تزود حله المحشي. ماشي، نحطها كده مع بعض لما تشرب ايديه، ونكمل تزويد يا بنات. الرصه الاولى لازم تكون ايه نصها كده باين، ما تغطيش كميه المحشي كلها، لازم نصها يكون باين علشان شايفين نصها يكون باين، وتغطي عليها ونشوف النتيجة بعد ايه، بعد شوية. الحلاوة دي بسم الله ما شاء الله. الطبق اللي انا بتحطيه كنت ايه تظبطي الحلة. ألف هنا والشفا عليك وعليكم انتوا كمان. كده يا بنات المحشي بتاعنا استوى. اول ما تحسي ان هو نشف كده من ميته، بتبداي تهدي عليه ايه عين البوتاجاز اكنك موطيه على الرز كده بنفس الطريقه. موضوع سهل يعني مش صعب ولا حاجه، ان شاء الله هتتعلميه بكل سهوله. ولو وصلت معايا لحد هنا تحطي لي لايك وتشتركي في القناه، ويسعدني قوي ويشرفني ان انت تشتركي معايا في القناه، وهيوصلك مني باذن الله كل جديد. وهنكمل بعد شويه مع بعض ونغرف محشينا ونشوف شكله ايه. هنا بقى بدأنا نغرف المحشي مع بعضنا، ما شاء الله جميل زي الزبدة. لو وصلت معايا لحد هنا حط اللايك واشتركي في القناة عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. وخليني بقى كده ادوق كده صابع واشوفه عامل ايه واقول. وبألف هنا وشفا على قلوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.